السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرحب الجميع اللي كيشوف هاد القناة. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نحضر ليكم هاد الكيكة الباردة او تشيز كيك بلا كريمة بلا بيض بلا جيلاتين. كتجي روعة البنات، كتجي كريمية وزوينة بزاف. بقاو معايا نحضروا هاد الوصفة الخطيرة اللي غادي تعجبكم بزاف، انا متأكدة. بسم الله. عندي هنايا الصابلي. انا الصابلي فاش كنخدم لي كوموند كيبقى ليا شويه شويه من الحاجه كنجمعهم وكنعملهم في المجمد. الوقت اللي كنبغي نحضر تشيز كيك كنخرجوا بدل ما نجيب البسكويت. المهم انا كان عندي هنايا 400 غرام من الصابلي. الا كنتو غتستعملوا يعني البسكويت العادي كديروا 280 غرام حتى 300 غرام. المهم بعد ما طحنت داك الصابلي ضفت له ملعقه ديال الكاكاو والحليب. كنزيدو البنات شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده باش ما يتعجنش ليا هذا الخليط. كما كتشوفوا معايا بعد ما تحصلت على هذا القوام خدا لي تقريبا شي 60 مليلتر حتى ل 70 مليلتر ديال الحليب. كما قلت لكم كتضيفوه شويه بشويه حتى كتحصلوا على هذا القوام. شفتوا معايا فاش كضغط عليه بسباتولا كيتفيكسا صافي. دابا غادي نجيب هذا الاطار، ممكن تستعملوا المربع ولا الدائري اللي بغيتو. صافي كنوضعوا عفوا فوق صحن تقديم، وغادي نكب فيه هذا الخليط ديال الصابلي والحليب والكاكاو المر. كما قلت لكم انكم ممكن ديروا البسكوي غير كديروا باكيه ونص، يعني تقريبا شي 300 غرام. صافي البنات بعد ما خويت يعني داك الخليط كامل غادي نحاول اني نوزعوه مزيان بتساوي، وغادي نضغط عليه كما كتشوفوا معايا بالكاس باي حاجه باش تفيكسا لينا هاد البسكوي اولا الصابلي. صافي بعد ما يتفيكسا غادي نوضعوه انا في المجمد باش يشد راسو مزيان. دابا غادي نحضروا الفلو اولا الكريمه اللي غادي نعملوها. عندي هنايا 3.5 أكواب من الحليب تقريبا، كل كوب فيه 250 مليلتر، يعني كنديروا شي 820 مليلتر ديال الحليب زائد 3 ديال الفلو بالنكهه ديال الكراميل. وغادي نضيف السكر كيبقى على حسب انا ضفت 3 المعالق. جاني هاد الطارطه شويه مسوسه اللي كتبغيوها يعني حلوه كتضيفوا 4 حتى 5 المعالق. عندي هنايا البسكوي وجبن اللي غادي نستعملو جبن طاري، وعندي واحد 3 ديال الفرماجات. بعد ما داك الخليط ديال الفلون صافي غلا، صافي دابا غادي نوضع عليه داك البسكوي ديال الدرهم. كديروا هاد النوعيه. الا استعملتوا الدائري كما كنقولوا ليه حنايا اورو ماريا، كتضيفوا واحد 4 حتى 6 الحبات. صافي كنخوي داك جوج جبن طاري. كتستعملوا اي نوعيه متوفره. انا عملت هذا جيفغي. المهم بعد ما وضعتهم غادي نخلط هذا الشيء. وما تنساوش انكم تضيفوا حتى 3 ديال الفرماجات مثلثين. صافي كنخلط هذا الشيء بغا ميكسور حتى يتخلط مزيان مزيان. صافي ودابا غادي نجي البسكوي اللي كنت عملته في الثلاجه اولا في المجمد. البنات من الاحسن البنات في هذه المرحله ديروا الصفايه. انا ما درتش الصفايه وبقى ليا ديك الرغوه اللي تكونات من الفوق فوق هاد الطارطه. ولكن نتوما كنصيحه كنقولها لكم انك ديروا في الصفايه باش داك الكشكوشه تبقى في الصفايه. صافي غادي تخليوه على سطح العمل حتى يولي بدرجه حراره الغرفه، وعاد غادي تدخلوه للثلاجه حتى يبرد مزيان بحال اللي كتبردوا الفلو ديالكم. وعاد غادي نتلاقاو باش غادي نكملوا التزيين ديال هاد التشيز كيك. بالنسبه للكلاصاج غادي يحتاج فيه 270 حتى 300 مليلتر ديال الماء. عندي ملعقه ديال السكر وجوج فلو بالنكهه ديال الكراميل. في الحقيقه كنت غنعمل غير النكهه ديال الكراميل، ما توفرش ليا. كان عندي واحد الساشي ديال الفاني واحد ديال الكراميل، ولكن نتوما ديروا جوج ديال الكراميل. صافي كنخويهم وكنخلط هادشي مزيان، وكنضيف نصف ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. في الاول انها كتعزز لينا النكهه، وحتى كتعطي واحد اللون زوين لهاد الكلاصاج. صافي كنوضعوه فوق النار حتى يغلى. بعد ما غلا كما كتشوفوا معايا صافي غادي نخليه يعني واحد دقيقه او حتى 2 دقائق باش تمشي منه هاد يعني السخونيه بزاف. وعاد غادي نضيفه فوق هذا الطارطه اللي حضرناها. بالنسبه للاقتراح غادي نعمل انا في هذه بسكوي لوتيس من الفوق. كديروا اي بسكوي عندكم ايو اوريو اولا هذيك بسكوي ديال الدرهم ديال لو بلي طويله كديروها من الفوق اللي حبيتو، اولا كتخليوها
بلا بسكوي من الفوق. انا غادي عملتها مور هادي، ما عملتش فيها بسكوي من الفوق، عملت طبقه زجاجيه فقط وجات روعه. المهم غير هاد البسكوي كيعطي ليها واحد المنظر زوين بزاف. انا كنتوفر عندي هاد البسكوي لوتوس اللي هذا زينت به، كتزينوا نتوما كما قلت لكم باش ما بغيتو. صافي كنخوي هاد الكلاصاج فوق البسكويت، تغطى مزيان وغادي نخليه حتى يبرد. كما كتشوفوا معايا. صافي انا هاد الطرطه كنت خديتها معايا، كانت معروضه، لهذا ما صورتهاش فاش كنت يعني باش قطعتها وداك الشيء. لهذا عاودت ليها باش نوري لكم كيفاش كتجي الكريمه ديالو من الداخل. صافي كما كتشوفوا معايا. هذه غادي نخليها وغادي نمشي فاش عاودت ليها المره كما قلت لكم الثانيه. وداك الكلاصاج عملته بدون بسكوي. صافي بعد ما برد كما كتشوفوا معايا، كما قلت لكم ضروري انكم ديك الكريمه ديالكم ديال الفلو تحيدوا منها ديك الرغوه باش ما تطلعش لكم فوق الطبقه الزوجيه كما وقع ليا انا. صافي كنقطعها كما كتشوفوا، كتجي ما شاء الله روعه. المذاق ديالها خطير البنات، نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم هذه الوصفه. مع السلامه والى اللقاء.